نحن اليوم نطلع على نص في جامعة باسم الإسلام وباسم الشريعة، لكن اسمعوا هذا النص ثم أنصفونا أيها العالم، هو هذا حق أهل البيت؟ واليوم نحن في العراق، هو حقنا أن ندرس مثل هذه النصوص؟ اسمعوا هذا النص في بعض مناهجنا التعليمية. ماذا يقول؟ يقول النص وهو يتحدث عن مجتمع المدينة والتطور والرقي من خلال الغناء وما شاكل ذلك، حتى يصل يقول: ولمع في هذا المجتمع كثيرات من النساء قدن المرح فيه والظرف، نذكر من بينهن السيدة سكينة بنت الحسين، وقد ترجم لها أبو الفرج في أغانيه ترجمة صور فيها جمالها وبهاءها ووقارها وأخذها بأسباب الزينة، حتى أنها عرفت بتصفيف لجمة شعرها، يعني تسريحة الشعر، كانت النساء يقلدنها فيها، بل كل كان من الرجال من يحاكيها في جمتها، وكانت ظريفة مزاحة، وكثيرا ما كان يختلف إليها أشعب لإضحاكها، وكانت تفسح في مجالسها للرجال وللمغنين والمغنيات وللشعراء، وكثيرا ما كانت تفاضل فيهم. سكينة بنت الحسين محفل مغنين ومغنيات ومتبرجة سافرة، بحيث أن الرجال يقلدوها في تسريحة شعرها، والنساء هذه سكينة بنت الحسين، أو هذه يزيد وذرية يزيد أهل الطرب والخمور والفجور. كيف يدرس هذا النص في مناهجنا؟ كيف وبأي حق؟ وهذا الخطاب ليس للشيعة فقط، للسنة أيضا. تقبلون أن بنت الحسين مغنية مطربة بنت سيد الشهداء؟ أليس هذا هو المنهج الأموي الذي أراد أن يسقط أهل البيت؟ فعلي يشرب الخمر، وعلي مشرك، والحسن كذا والحسين كذا. هو هذا المنهج الأموي. فهل نسمح أن هذا المنهج اليوم يدرس في مناهجنا وبلادنا؟ سكينة كانت صديقة ما تزوجت، ليس لها كفء. الحسن المثنى حين جاء يخطب من عمه الحسين، الحسن المثنى هو ابن إمامنا الحسن المجتبى، فحين خطب من عمه الحسين فقال: أما سكينة لا تصلح لرجل. لماذا؟ لأنه لا يوجد لها كفء. أما سكينة فلا تصلح لرجل. لماذا؟ فإنها مستغرقة في ذات الله، صديق ليس لها كفء، فإنها لا تصلح لرجل إلا أن يكون لها كفء، ليس لها كفء.